أهلا بيكم في قناة حجر المعرفة. النهاردة هنتكلم عن فنان استثنائي ساب بصمة ما تتنسيش في قلوب الملايين، وكان بيتميز بقدرته الرهيبة على تقمص أي شخصية بيمثلها مهما كانت، وهو الإمبراطور والنمر الأسود الذي لن يتكرر، أحمد زكي. الاسم الكامل هو أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي. اتولد في 18 نوفمبر عام 1946 في مدينة الزقازيق. كان أحمد زكي الابن الوحيد لوالده اللي توفى بعد ما اتولد، واتجوزت والدته بعد وفاته، فتربى أحمد زكي عند جده. بعد ما خلص الإعدادية التحق بالمدرسة الصناعية، وكان ناظر المدرسة دايما بيشجعه يمثل في مسرح المدرسة، وكان في فنانين كتير شافوه ونصحوه يدخل معهد الفنون المسرحية. وأثناء دراسته في المعهد اشتغل في مسرحية هلو شلبي، وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 1973. اشتغل في المسرح في أعمال ناجحة جدا زي مدرسة المشاغبين وأولادنا في لندن والعيال كبرت. وكان أول ظهور ليه في السينما كان في فيلم ولدي سنة 1972 مع الفنان الكبير وحش الشاشة فريد شوقي. وأول بطولة مطلقة ليه كانت قدام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي سنة 1978. أحمد زكي ثالث أكتر ممثل عنده أفلام في قائمة أحسن 100 فيلم مصري لعام 1996، واللي شارك فيها ب6 أفلام، وهم البريء، وزوجة رجل مهم، والحب فوق هضبة الهرم، واسكندرية ليه، وأبناء الصمت، وأحلام هند وكاميليا. كمان شارك أحمد زكي في المسلسلات التلفزيونية واللي زادت من شهرته، وخاصة مسلسل الأيام ومسلسل هو وهي. وحصل أحمد زكي على العديد من الجوائز، فكانت أول جايزة خدها عن فيلم طائر على الطريق. وجسد أحمد زكي العديد من الشخصيات الهامة زي عميد الأدب العربي طه حسين، والرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس السادات، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي كان آخر أفلامه قبل وفاته. واشتغل أحمد زكي مع أبرز مخرجين السينما المصرية زي محمد خان وعاطف الطيب وداوود عبد السيد ويوسف شاهين وشريف عرفة. اتجوز أحمد زكي من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وخلف منها ابنه الوحيد هيثم اللي توفى في 2019 في عمر 35 سنة بعد ما عاش حياته وحيدا زي والده. وتوفى أحمد زكي في 27 مارس 2005 بسرطان الرئة. لو عجبك الفيديو شاركنا في الكومنتات الفيلم أو المسلسل المفضل ليك للإمبراطور والنمر الأسود أحمد زكي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان تشوفوا فيديوهات أكتر عن السينما المصرية والعربية.